احنا في اكبر متحف اثري في العالم. نزلت مصر مخصوص عشان ازور المتحف بعد الافتتاح العالمي. اول ما تدخلوا المتحف هيرحب بيكوا رمسيس الثاني، وده السوبر ستار بتاعنا. اخناتون اول من نادى بالتوحيد اللي هو اتون، ده بقى يبقى ابو مين؟ ابو توت عنخ امون، ويبقى جوز مين؟ جميله الجماليات نفرتيتي. ولو سمحتوا عايزين راسها لان الراجل قاعد لوحده. تحتمس الثالث مرات ابوه تبقى حتشبسوت، اشهر ملوك الدوله الحديثه، وقعد على العرش اكتر من 22 سنه. الملكه حتشبسوت، ودي بقى تبقى مرات ابو الراجل اللي انا لسه قايله لكم عليه تحتمس الثالث. دي كانت وصيه على العرش فتره طويله قوي، وبعدين شاركها بقى تحتمس الثالث في العرش، وطبعا من اشهر ملكات الاسره ال18. ومع الاعتذار للموناليزا، احنا دلوقتي قدام اهم وانقى القطع الاثريه في تاريخ البشريه، قناع توت عنخ امون، وزنه حوالي 11 كيلو من الذهب الخالص، وكان ليه 3 توابيت، 2 من الخشب المذهب و1 من الذهب الخالص. لو وقفت دقيقه واحده بس عند كل اثر فانت محتاج 70 يوم عشان تشوف اكتر من 100,000 قطعه اثريه. وزي ما انتم شايفين في اماكن كتير قوي ما بين كل اثر والتاني ان انتوا تقعدوا تريحوا عشان ما تريحوش على الاثارات. رحلة عبر الزمن هتشوف وتسمع فيها تاريخ المصريين القدماء خطوة بخطوة ما تتنسيش.